المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرثية، وفيها: محمية الفيلة تسهم في نمو الغابات في إقليم القشبركة. دورة تدريبية لمسؤولي التعليم في عنسبة. مزارعو ومديرية الشعب يقومون بحملة لإصلاح حقولهم المتضررة بسبب السيول. نواب أوكرانيون يطالبون بحماية من الملاحقة قبل التصويت على استعادة صلاحيات مكتب مكافحة الفساد. الهند وأمريكا تطلقان قمرا صناعيا مشتركا لمراقبة الأرض وتحليل آثار التغير المناخي. الإعصار كوماي يسبب إجلاء مئات الآلاف في شنغهاي. أهلا بكم مشاهدينا. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية بأن محمية الفيلة المقامة في إقليم القشبركة تحقق نتائج مرضية في نمو الغابات والحياة البرية عامة وتكاثر الفيلة خاصة. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية على القاش السيد قبرمدين تخلي أن محمية الفيلة التي أقيمت عام 2009 بعد دراسة أجريت عام 2008 تسهم كثيرا في تكاثر الفيلة ونمو القطاع النباتي. ودعا سكان القرى المحيطة بالمحمية إلى الامتناع عن إزالة الغابات والممارسات غير المسؤولة، مشيرا إلى أن الانتهاكات العرضية للمحمية تتسبب في الاصطدام بين المزارعين والفيلان. وذكر عضو حراسة محمية الفيلة في مديرية عال القاش السيد انقسوم كدانية أن إنشاء محمية الفيلة ساعد الماشية في الحصول على المراعي إلى جانب تكاثر الفيلة. وأوضح بأن المحمية التي تمتد على مسافة 120 كيلومترا من منطقة تكزيبي منطقة سيتيت وحتى ألبو تغطي مساحة 44,320 هكتارا في مديريات عال القاش وغونية وهيكوتا. وأضاف أن عدد الفيلة الذي كان قليلا لا يتعدى 15 في السابق تضاعف الآن إلى المئات. وأشار المسؤولون والأعضاء العاملون في حراسة المحمية إلى أن التغيير الذي حدث في المحمية هو نتاج أنشطة الحراسة والمراقبة، منادين بالقيام بخطوات تصحيحية لانتهاكات المحمية. وقال أعضاء ومسؤولون مشاركون في الحفاظ على الغابات والحياة البرية أن التغيير في إعداد الغزلان وموارد الغابات هو نتيجة أعمال المراقبة المستمرة والوعي المجتمعي. نظم مكتب وزارة التعليم في إقليم عنسبة دورة تدريبية في مدينة كرن بالتعاون مع شركاء لنحو 240 من مسؤولي الوحدات والمشرفين والمديرين ومسؤولي مكاتب المديريات وغيرهم. شمل التدريب المنظم من 22 إلى 28 من يوليو الجاري الإدارة والقيادة وتقنيات التدريس التي تركز على الطالب والخلافات وحلها وإعداد التقارير والإحصاءات ومواضيع أخرى. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ كفراء عند مكيلة أن 80% من التدريب كان مرتبطا بشكل مباشر بمهنة التدريس، و20% ركز على رفع مستوى الوعي. وأكد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى على أهمية التدريب في تعزيز البرامج التعليمية. في غضون ذلك عقد قائد القيادة الغربية العميد أيوب فتاحي حليباي سمينار للمتدربين بعنوان مكافأة المعلم المخلص إرضاء للضمير. وقال إن العملية التعليمية جزء أساسي من التصدي، مضيفا أن التعليم هو السبيل الوحيد للتنمية، وحث المعلمين على القيام بمسؤولياتهم. وذكر بأن ارتقاء وضعف التعليم يرجع لاهتمام أو إهمال المعلم، داعيا المعلمين إلى القيام بدورهم. يقوم المزارعون في ضاحية شمال منشب بإصلاح حقولهم المتضررة بسبب السيول التي تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت في 22 من يوليو بالمديرية. وذكر مدير المديرية السيد محمد علي سعيد أن السيول الغزيرة تسببت في أضرار جسيمة على الحقول في قراه بلدي وأنصال وشقت ودكان وعقم طقاي. في غضون ذلك أفاد المزارعون بأنهم يعملون بأنفسهم بمساعدة الأبقار لإصلاح الحواجز المنجرفة والتي تصل إلى نحو 700 هكتار من الأراضي التي دمرتها السيول التي نزلت من التلال المرتفعة، مطالبين الجهات المعنية بتقديم الآليات لهم مع توسع المناطق المتضررة وصعوبة العمل. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية التابعة لمديرية الشعب أكثر من 8000 هكتار.
نظم مكتب الزراعة في مديرية أغرداء سمينارا في 24 من يوليو الجاري حول الأمن الغذائي لتحقيق استراتيجية وزارة الزراعة لتأمين الغذاء في كل مكان وللجميع. وقدم الخبراء في هذا المجال معلومات مفصلة حول التقنيات والإجراءات اللازمة لإنتاج أغذية متكاملة، وتوضيح علمي حول أهمية وفوائد البطاطا وتربية الدواجن وغيرها، وأهمية الزراعة بدون تربة، وتقنيات ضمان سلامة الغذاء، وعملية تحضير الأسمدة الطبيعية. ودعا خبراء الزراعة إلى الدفع بالأنشطة الزراعية المسقرة في إنتاج الحبوب والخضروات لتمكين الأسر من ضمان الغذاء المغذي بطريقة أسهل. ودعا مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد كاستيغ برهنس دعا المشاركين إلى العمل الجاد لنشر الدروس المستفادة للمجتمع بأكمله. يقوم طلاب المدارس الثانوية المشاركون في حملة التنمية الصيفية في مديرية ناقفة بتنفيذ أنشطة تركز على الحفاظ على المياه والتربة. وقال المشاركون لوكالة الأنباء الإريترية أنهم يعملون بجهد لتنفيذ البرنامج لأنهم يكتسبون خبرة عملية أثناء مساهمتهم في أنشطة التنمية الوطنية. وذكر أحد المشرفين على البرنامج الأستاذ محمد نور إسماعيل أن البرنامج هو أحد البرامج السنوية لوزارة التعليم التي يتم التركيز عليها، حيث يكتسب الطالب خبرة العمل الجماعي في سن مبكرة. وأفاد السيد محمد حامد صالح من مكتب الزراعة في المديرية أنه تم بناء أكثر من 6 هكتارات من القنوات الحوضية حتى الآن، وأن العمل يجري بمشاركة 230 طالبا يوميا، مركزين على بناء القنوات الحوضية والحواجز وإصحاح الأراضي المنبسطة ضمن جهود الحفاظ على المياه والتربة. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقديم المواطنين في الداخل والخارج تبرعات مالية لصندوق أمانة الشهداء. وبناء على ذلك تبرع المقيمون جنوب غرب ستوكهولم السويدية بمبلغ 33,000 كرونر، والجالية الإريترية في سونسفال والمناطق المحيطة بها بمبلغ 25,000 كرونر، والمقيمين في نوربيغ السويد بمبلغ 13,300 كرونر، والقس تخلا هيمانوت كفلزجي وزوجته أبرهاتين أسكودوم المقيمان في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ $1,000 أمريكي، والسيد هيلي محرت آب، والسيد مساجر برهاني، والسيد داويد يحدوغو، والسيد يوهانس أبراهام بمبلغ $700، والجالية الإريترية في الموهوت وضواحيها في السويد بمبلغ 5,600 كرونر، والمقيمات في السويد المنضويات في جمعية أمانة شهداء نقفة بمبلغ 5,000 كرونر لصندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرعت الكونفدرالية الوطنية للعمال بمبلغ 96,000 نقفة، والجالية الإريترية في سوندسفال وضواحيها بمبلغ 25,000 كرونر، والجمعية التعاونية الإريترية في فينسبونغ بمبلغ 15,000 كرونر، وسمهر هبت ميكائيل ودانييل قبر مسقال المقيمان في النرويج بمبلغ 10,188 نقفة، وصقهان قنتا وبيلول صقاي من السويد بمبلغ 5,760 كرونر، وسيم يماني بمبلغ 1,900 كرونر، ورويني تخلو بمبلغ 1,400 كرونر، وشباب جمعية كدان مهرة إدمونتون كندا بمبلغ $1,000، وتمسكن كفلاتيون المقيم في أنغولا بمبلغ $720، والإريتريون المقيمون في لايدن الهولندية وضواحيها بمبلغ 5,040 يورو لإعالة أسر الشهداء. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. طالب عدد من نواب البرلمان الأوكراني بضمانات حماية من الملاحقات القضائية قبل التصويت على مشروع قانون يهدف إلى استعادة صلاحيات هيئات مكافحة الفساد. وأفادت الأنباء بأن النواب الذين صوتوا سابقا لصالح تقليص صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد يخشون من أن تستخدم تلك الهيئات لملاحقتهم بعد التصويت، ويسعون للحصول على ضمانات بعدم تعرضهم للتحقيق أو الملاحقة القانونية. ويواجه 6 نواب من حزب خادم الشعب الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي تهما تتعلق بالثراء غير المشروع وتقديم بيانات مالية مضللة دون الكشف عن أسمائهم.
وكان البرلمان الأوكراني قد صادق في 22 من يوليو على مشروع قانون ينهي استغلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وقعه زيلينسكي في وقت لاحق رغم الاعتراضات، إلا أن احتجاجات شعبية اندلعت في أنحاء البلاد دفعته في 24 من يوليو إلى الإعلان عن دعمه لمبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز استقلال المؤسستين في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وضغوط المجتمع الدولي. أطلقت الهند والولايات المتحدة أمس الأربعاء القمر الصناعي المشترك نيسار المخصص لمراقبة سطح الأرض وتحليل التغييرات الطفيفة في اليابسة والجليد، وذلك بهدف تحسين التنبؤ بالكوارث الطبيعية وتأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة. وتم إطلاق القمر الصناعي من مركز ستيشن داوآن للفضاء في ولاية أندرا براديش الهندية بواسطة صاروخ تابع للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، وتم تجهيزه بتقنيات رادارية. أجلت سلطات شنغهاي 283 ألف شخص من المناطق الساحلية بسبب الإعصار كوماي، وضرب الإعصار مقاطعة شيغيانغ بسرعة رياح تصل 83 كيلومترا في الساعة، وتم إجلاء السكان وإقامة 1900 مأوى مؤقت مع اضطرابات في النقل. وأجلت السلطات شنغهاي شرقي الصين مساء أمس نحو 283 ألف شخص من المناطق الساحلية والمنخفضة الأكثر عرضة للخطر مع وصول الإعصار كوماي الذي تصاحبه أمطار غزيرة ورياح آتية إلى البر في المدينة الصينية التي تعد مركزا ماليا. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. محمية الفيلة تسهم في نمو الغابات في القاشبركة. دورة تدريبية لمسؤولي التعليم في إقليم عنسبة. مزارعو شعب يقومون بحملة لإصلاح حقولهم المتضررة بسبب السيول. نواب أوكرانيون يطالبون بحماية من الملاحقة قبل التصويت على استعادة صلاحية مكتب مكافحة الفساد. الهند وأمريكا تطلقان قمرا صناعيا مشتركا لمراقبة الأرض وتحليل آثار التغير المناخي. والإعصار كوماي يسبب إجلاء مئات الآلاف في شنغهاي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.